بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. وأنا النهارده ضيف. يعني م- عرّفكم بنفس السنة والّا أنت ما شوف أنت عايز، أنا عندي أسامي كتير للراجل ده. عايز تطلع بأنهي اسم؟ آآ ميدوكس. الميدوكس. الميدوكس ده طلع معانا في فيديو قبل كده، خلي بالك. بقى الناس المركّزة بقى هي اللي صح؟ تعرف يعني. يعني طلعت في فيديو أنت. خلّي الناس في الكومنتات بقى تقول لنا إيه الفيديو اللي أنا طلعت فيه. هيخشوا يدوروا عادي، لو حد هيكسل يعني. يعني شرف في كبير ليّا طبعًا إن أنا يا أطلع عم الله يكرمك، ده استوديو احنا محترم. قاعدين في عربيته أصلا. هو صاحب الاستوديو دلوقتي. فاحنا عندنا النهارده ريكويست من أحد الكومنتات. مش فاكر صاحب الكومنت عرض البتاع يعني. كان بيسأل سؤال قوي جدًا، بما إن أنا كنت باصيح الفيديو اللي فات عن CS بالمناسبة. الميدوكس في CS أخوكم معايا في CS معانا. نفس و الجروب. نفس الاعتراضات أظن. بالضبط. صح؟ فيعني إيه، الراجل طلب مننا فيديو. لو أنا ما كنتش هاخش CS أصلًا، يعني لو أنا رجع بيّا الزمن بقى وكده، وقررت إن أنا أختار كلية تانية غير الكلية دي، فهاخش إيه؟ بس. فجبنا الميدوكس عشان نشارك الآراء. هو عنده آراء أخرى برضه. فنبدأ أنا من ناحية آرائك أنا كده، كده مش عايز أدخل يعني أنا CS دي دخلتها كده. أنت دخلت CS ليه؟ أو دخلتها إزاي؟ دخلت CS إزاي؟ أول حاجة أنا نبدأ الموضوع في ثانوية عامة. في ثانوية عامة أنا كنت علمي رياضة، باتارجت إن أنا إيه، أخش كلية هندسة. والله لو ما جاتش هندسة قُلت كمبيوتر ساينس موجودة، على علم إن هي مثلًا هاقبض $100,000 في الشهر، حاجة تنفع اللي بنسمعها دي، عيل صغير مش فاهم. إمم. فالمهم للأسف دخلت CS بما إنها يعني تاني كلية في علم رياضة إن هامارس فيها الMaths. يعني الMaths اللي أنا خدته في علم رياضة واللي قعدت كتير آخده كان صعب. فقُلت مش عايز أضيّع كل ده وأخش مثلًا حاجة من أدبي وأضيّع بقى اللي أنا ذاكرته ده. يعني أنت كنت بس. عارف إن CS فيها ماس؟ كنت عارف إن CS أنا ما فيها كنتش ماس. أعرف. يا عم التصّيت. يعني أنت كنت عارف إن CS مليانة ماس. آه. طيب ماشي، أنا الراجل كنت ده. عارف عشان أنا ابن خالتي كان موجود فيها، هو نقل لي قال لي إن الMaths فيها مهم. إمم. فبس، فدخلت بقى CS وطبعًا استعملت الMaths في أول سنتين، كنت طبعًا متكيّف، بس من تالت سنة بقى يعني عينك ما تشوف إلا النور. بس ما استعملتوش بنفس القدر اللي أنت خدته يعني. آه. بس هو فادني يعني يعني الناس اللي كانوا في علم علوم معانا كانوا بيعانوا مع الناس. لا بس مقارنةً باللي أنت خدته هو لا شيء. بالضبط. إمم. ثم بس، ودخلت CS واديني ما اتقابلتش راجل محترم، الله يحفظك يعني. ويعني قاعدين مع بعض بقى لنا سنتين 3 كده، 3. 3 سنين. 3 سنين آه. طيب يعني لو ما كنتش هتخش ما CS. دخلتش CS. آه. والله كان في كليتين. ماشي. أول كلية الكلية الحربية أبقى ضابط، إمم. بس دي الحاج الوالد يعني ما رضيش. إمم. مشيت في إجراءات التقديم بس جه في الآخر يعني رفض الموضوع تمامًا. تاني كلية اللي هي كلية علوم وسَيَّس الفلك. أنا يعني حاليًا ما عنديش أي معلومة عن الفلك والكلام ده، بس أنا يعني مهتم. كشكل الموضوع من برّه أنا كنت حابه. إمم. كشكل الموضوع والأفلام اللي بنتفرج عليها والكلام ده، أنا كنت حابب الموضوع ده. فدي تاني كلية كنت هادخلها. بس تالت كلية بقى ممكن كنت أخش لغات وترجمة عادي، أي حاجة يتعلم فيها لغة بجد، آه. مش اللي إحنا نتعلمه. بتكلم بني آدمين فاهم. بالضبط. طب وأنت ليه ما دخلتش الحاجات دي؟ يعني أنت قُلت سبب إن الكلية الحربية بكرة. كلية حربية وأبويا رفض إمم. وما دخلتش إيه بقى، مثلًا علوم الفلك. كلية علوم قسم فلك. آه. ما هو برضه يعني أنت الأهل عندك بيبقوا يقول لك ما فيش شغل الحاجات دي، حاجات عبيطة. هو ما فيش شغل CS يا اسطى؟ فهو الكلام ده هنا مش عارفاه بقى. والله إحنا كنا عارفينه على والله إحنا فكرة. كنا عارفين. هو الراجل كان فاكر هيقبض $100,000 عادي. بالدولار، كان ساعتها يعني بلاش نتكلم بقى في السياسة. خلاص بالله عليك يا اسطى، أنا عليّا كلام أصلًا أنت فاهم أهو. طب يعني علوم الفلك دي أنت اتنطّلك باقول ما لك لكاش بقى برضه نقدر نقول لأسباب أهلية؟ أسباب الأهالي وبتاع، وما فيش حد عندنا في عيلتنا خد التجربة إن هو يخش الحاجة دي. إمم. إحنا already كان في تجربة computer science وكان يعني وبابايا من حكم شغله بيتعامل مع ناس مهندسين كمبيوتر والكلام ده، وشايف إن هم ناس يعني ربنا يرزقنا زيّهم يعني، شايف إن هو ناس كويسة فعايزني أبقى زيّهم. إمم. بس. أنت بقى إيه رأيك في الحوار ده؟ أنا يعني أنا لو رجع بيّا الزمن بأمانة يعني هاخش S تاني.
يعني أنا تصريح قوي. أصل هو أنا مش هاقول دماغي في الحاجات دي، بس أنا دماغي في الحاجات دي، يعني أنا باحب إيه، أنا باحب الكمبيوتر عامةً، باحب أتعامل معاه، مش هاقول إن أنا باحب أبرمج، أنا ما باحبش أبرمج بالمناسبة يعني الموضوع ممل جدًا، أنت شايفه أظن برضه يعني طبعًا. ممل جدًا بجد الموضوع ممل، يعني فكرة إن أنت بقى تقعد تكتب حاجات وlogic ومش عارف إيه تقعد بقى، تفكر حاجات برّه الصندوق وما أعرفش. حلو برّه الصندوق بس على حسب هتحطه فين، يعني أنت في التفكير الإبداعي اللي خارج الصندوق ده أنت هتوظّفه إزاي؟ أنا بالنسبة لي مش عايز أوظّفه في البرمجة يعني أو مش عايز ما كنتش باحب ما يعني اتبسطش بقى، يعني أنا الحاجة دي ما بتبسطناش. أنا مش باستمتع يعني أنا والراجل ده ما اللي هو إحنا بنقعد لو شُفنا problem مثلًا جامدة حليناها بنرميها يعني عادي فاهم، يعني. خلصنا منها يعني صحيح. ففرحانين إن إحنا خلصناها مش فرحانين إن إحنا كده فاهم، إمم. مش نقعد بقى نتعلم فيها وبتاع، ما لناش خُلق على الحاجات دي، ما لناش تُقل عادي يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه يعني، مش قصة. بس أنا يعني غاوي الكمبيوتر، باحب الموبايلات، باحب ألعب فيها كده وأفهم شغالة بتحب إزاي، الأجهزة الإلكترونية عمومًا. يعني ممكن أنزّل قنوات على الreceiver مثلًا فاهم، كده أنا خلاص جامد فاهم، كانت ويندوز. أسطّب Windows بتاع ف فأنا مش هاروح في حتّة تانية يعني فاهم، إمم. هي CS هي اللي فيها الحاجات دي، اصطحابًا بقى معاها أنت بتخش بقى إن أنت بتلاقي إن أنت إيه المفروض تتعلم برمجة يعني. هي فعلًا الحاجة الكلية الوحيدة اللي بتحتك بيها مع الكمبيوتر. طب ليه ما دخلتش هندسة؟ عشان أنا في مواد معيّنة عندي منها ترومبا، زي. الكيميا، أنا عارف إن أنا أي هندسة هاخشها على الأقل هاخد كيميا لأول مرّة، وأنا لو خدت الكيميا دي أنا عمري ما هاعدّيها، هتفضل معايا لحد أمّا أتخرّج ومش هاتخرّج بسببها أنا عادي، بس ممكن تكون في الجامعة يعني الدراسة مختلفة عن ما الكمبيوتر. بتخشش هنا، ما بتخشش ولا ما فاهمهاش. بابصمج. هو أنا من تجربتي الIGA الكيميا ما كانتش بتتبصمج، يعني إحنا كنا بنمتحن في حاجات برّه المنهج، إمم. يعني بناخد منهج وتمتحن بقى إيه على الconcept ما لكش دعوة بالمنهج، يعني مش هييجي لك نفس المعادلة اللي في الحصة والّا مش عارف إيه، آه. فأنا اتعقدت، فلمّا كان لا يمكن أخش آخد كيميا تاني. ما أنا نفس الكلام برضه، أنا الكيميا والفيزيا الاتنين جايب فيهم 30 في الثانوية عامة. طب كنت إزاي تخش فلك؟ 30 قُلت لها أنا ما أعرفش أي حاجة عن الموضوع ده. أنا شكله عاجبني. يعني أنا باحب بقى يعني أنا كنت بصراحة يعني لو كنت جريء شوية والموضوع كان مفتوح لي، كنت هاخش نفس الكلام علوم فلك، إمم. يعني اللي ما يعرفش أنا باعشق هو الراجل ده عارف يعني، أنا باعشق فيلم Interstellar لأبعد الحدود، شُفته مثلًا 20 مرّة جديًا مش مبالغة يعني، ف ومش شُفته 20 مرّة عشان مهزي يعني، لأ باحب أفهم الفيلم مبني على إيه أنت النظريات، قُلت لي مرّة إن أنت حمّلته 4K 4K 60 جيجا. كان 60 جيجا. 60 جيجا حاجة 4K مرعبة كده. عشان أشوف الvisuals دي بتبقى عندي بالfull quality بتاعتها، كانت النسخة الBlu-ray ف فحُبّي للفيلم ده نابع عن حُبّي أصلًا الحاجات دي، باحب جدًا أي فيديو حتى لو فيديو ساعة ونُص مثلًا ساعتين، وكانت بتحصل يعني، في قناة أنا باحبها جدًا اسمها شرف شتاين، أنت عارفها أظن، ممكن مش عارف اسمها بس أنا أكيد شُفت الفيديو. هو راجل كده بيطلع بيتكلم على النظريات الفلكية كلّها أو إمم. الفيزيا الفلك دي والحتّة دي. فالراجل ده فيديوهاته كبيرة، فيديوهاته طويلة جدًا، باقعد أسمع مستمتع جدًا. البرمجة الصراحة أنا باقعد يعني أنا باندم فاكر كورس جوناس؟ يا نهار أبيض! اللي ما يعرفش في كورس مشهور جدًا JavaScript على Udemy لواحد كده اسمه جوناس، الراجل ده عامل أشهر كورسات JavaScript وReact ومش عارف وNext.js والكلام ده. باشوف الفيديو 5 دقايق باحس إن أنا باتفرج على سَنة مش ساعة، موضوع مُمِل على لأقصى فكرة الحاجات اللي بيقولها مفيدة، مش معنى إن هو بيقول موضوع ممل الحاجات كورس مفيدة. جبّار، كورس مفيد جبّار جدًا. والoutcomes هتطلع منها تحفة، بس إحنا ما لناش تُقل على الحاجات دي، دي أنت تقعد تتفرج على فيديو مش يعني. هنشتغل كده عامةً يعني، يعني دي لا أنت تصريحات لازم. خطيرة، وتصريحات خطيرة بس يعني إيه، يعني لازم نغصب على نفسنا أي حاجة، يعني ده بنجرّب أي حاجة. أنت بتجرّب أي حاجة يا اسطى؟ وعلى إيدك أنت ماشي. عارف أنت عارف. ما هُم مش عارفين أنا باسألك عشان هُم يعرفوا يعني، لا طبعًا مش هي. فإحنا يعني بنتص إحنا هنا بنتص جامد عامةً. بس يعني أنا لو كنت جريء الصراحة كنت دخلت الكلية دي، وأنا متأكد إن أنا كنت يعني هاحبها جدًا، مادتين الفيزيا اللي خدتهم هنا في الجامعة، خدت مادتين فيزيا جِبت فيهم A+ امتياز يعني، اللي أنا كنت باحبها جدًا، جدًا، وكنت الدكتور ده باحبه جدًا، وباحب أفهمها، يمكن مشكلتي الوحيدة فيزيا الكهربا،
ما بافهمهاش، ما باحبهاش، باحسها غير منطقية نوعًا ما، بس بجد فيزيا إحنا بنطبّق فيزيا الكهربا دلوقتي. إحنا بناخد مادة embedded systems، بنطبّق عملي بس حاجة كلاب يعني كده على قد يعني. ف فالموضوع الموضوع ممتع، بالنسبة لي الموضوع بيبقى ممتع جدًا، حاجة فعلًا باستمتع وأنا باعملها، لكن البرمجة لأ. البرمجة والفيديوهات إن إحنا نشوف حاجات كده، نتابع كورس ونقعد، بالذات لأ، حتى لو في البيت، أنا ما عنديش مشكلة لو هانزل في مكان معين آخد فيه ب كورس. بت بتغصب، بتوظب وأنت بيبقى معاك حواليك ناس بيشاركوك نفس الحاجة بالضبط. و البيئة بتبقى مساعداك، أمّا بالضبط. أنت لو قاعد لوحدك في البيت مع فيديو أونلاين الموضوع سيء جدًا. إحنا دخلنا قبل كده كورس ويب، كان يعتبر بدايتنا إن إحنا نتعرّف على الويب. front end. كان كورس front end، كان كلّه vanilla، ما اتعلمناش أي framework أو كده، كان HTML وCSS وشوية JavaScript كده، طلعنا بwebsite حلو جدًا كبداية. حاجة و إحنا ما اتعلمناش في الجامعة. ما اتعلمناش لأ، والموضوع كان ممتع وكنا بنقعد وبنستمع، بس هو كان offline، يعني هو كان ميزته إن هو offline، فإحنا كنا بنقعد بنركّز مع الراجل وفاهمين. واتعرّفنا على instructor محترم آه. بصراحة يعني. لأ، ده كان راجل قوي جدًا يعني، ما أعرفش لا يمكن يكون بيشوف البتاع ده يعني، بس إيه، كان اسمه باشمهندس أسامة يعني، إنسان. كل التحية يعني. كنا بنستمع عادي يعني، وكان الموضوع ممتع وطلعنا بoutcome حلو، بس فكرة إن إحنا نقعد مع نفسنا online دي الموضوع شبه مستحيل بجد، لأن الموضوع ممل جدًا. ده بقى ينقلنا لحاجة تانية، هل إن أنت تتعلم حاجة أونلاين أحسن والّا إن أنت تنزل بتاع أحسن؟ بالنسبة لي أنا إن أنا أنزل أحسن. وعلى حسب البني آدم يعني، كل واحد عارف نفسه. أنا شخصيًا لأ، لا خالص يعني. بس أنا شايف هي عمومًا يعني إن أنت تنزل أحسن. كده أي تنزل حاجة أحسن. يعني. كده هاتعرّف على ناس، يعني برضه إحنا يعني عايزين نخرج برّه الإطار الكمبيوتراوي شوية والسيساوي شوية والبرمجة، إحنا عايزين نكلّم بشر برضه، يعني أنت في الشغل تمام، أنت بتشتغل مع machine، بس أنت في بشر بتتعامل معاهم وبتاع، فمش عايزين ننسى الجزء البشري ده مننا يعني. ف فلو لقيت أي فرصة للكورس، لو طبعًا قريب مش عارف إيه الدنيا يعني شغالة تمام، مش هتتقدّر كل النزولة يعني، لأ طبعًا offline أحسن بمراحل. وبالنسبة لي أنا أحسن لإن أنا ما باركّزش في الأونلاين، أنا يعني هاخُش وأفتح كلاش الناحية التانية، ألاعب الراجل ده 1v1 mirror deck ونقعد. عيني ونخش لا يا عم ما تقولش كده، أنت واخد دُكّتي بس. مثلًا ماستر الdeck أكتر، فهو يعني على قد يعني، ما تجيش جنبه عينك. يا عم لا يا عم ما تقولش كده يا عم اتقي الله. وكليات تانية على فكرة كنت عايز أخشها يعني أنا طول عمري باميل أكتر للجانب الdesigny إمم. من الجانب اللوجيكاوي، باحب أdesign حاجة، الجانب الcreative ده أكتر. هو بيعمل لنا حاجات presentations لأن أنا وتخرُّج. أنا الفراش بتاع هو البتاع. المودي في كل حاجة. أنا الفراش يعني فإيه، أي فيلم ودي على طول. كمّل اعتذر عن هذا الانقطاع. ف فأنا الفراش فإيه، باحب الحاجات دي، باحب الdesign، باحب الألوان، يعني عندي حتّة إيه، مش لازم أقعد بقى أفهم علم الألوان وبتاع، بالسنس كده بتتجاب يعني الألوان طبيعته كده الألوان اللايقة على بعض بتاع، كده يعني الدنيا دي. فباحب أودّي في الحتّة دي، فكنت عايز أخُش فنون تطبيقية أو اللي هي art. ما هي دلوقتي بقى اسمها art يعني، بس هي كان اسمها فنون تطبيقية عادي يعني. اسمها art and design، فنون تطبيقية واسمها إيه الكلية التانية؟ فنون جميلة. جميلة يعني. آه. بس برضه ما كانش عندي الجرأة الكافية إن أنا أشطح عن، يعني أنا العيلة دايمًا كانت شايفاني اللي هو الإيه، الواد اللي بيحب الموبايلات، بيصلّح يعني مثلًا لو في حاجة بايظة في موبايل يصلّحها software طبعًا مش hardware يعني، في حاجة في الsoftware، في حاجة مش عارف إيه، كده يعني، أي حاجة موبايل بيهنج، موبايل ما بيفتحش، موبايل مش عارف إيه، خُد اعمل، خُد بتاع. وطبعًا ده بسبب كان عندي قناة قديمة كده وأنا صغير، باقعد أreview فيها موبايلات، وكنت بقى مهتم أوي بالعالم ده وما زلت يعني، بس على أهدى. فأنا خلاص دماغي CS، العيلة أنت الواد ده CS كده، فأنا أي مشكلة في الكمبيوتر. آه. فأنا أصلًا كان يعني الاختيار ده واقع عندي قبل أمّا أخُش عن يا CS يا هندسة كمبيوتر. كمبيوتر. طبعًا ما دخلتش هندسة كمبيوتر، كنت رافض تمامًا. أبويا كان عايز جدًا أخُش هندسة كمبيوتر، مهندس بقى وبتاع والنقابة بقى والجو ده، بس رفضت بنسبة مليون في المِيّة عشان حوار المواد اللي ما لهاش لازمة اللي هاخدها في السنة الإعدادي دي، والسبب الرئيسي الكيميا يعني، كان لا بجد لا يمكن. أنا جالي ترومبا من الIG، أنا عدّيت في الIG بطريقة يعني
مش مهم بقى يعني. هو دي احنا ما امتحناش، كان ايفيدنس، كان حاجه اسمها ايفيدنس، قصه كده يعني، فكنا نمتحن اونلاين، فمش مهم بقى يعني ايه. ما هو احنا امتحاننا اونلاين، بس انا مش عارف نظام الاي جي بقى شغال ازاي، بس احنا امتحاننا اونلاين في اولى وثانيه ثانوي. امتحان رسمي من الوزاره. امتحان رسمي وظائف احنا لا، التابلت على ماشي التابلت. احنا لا، يعني احنا كنا امتحان من المدرس، وهو بيبعت الدرجه للبريتش كونسل بقى. فالدنيا كانت يعني مليطه شويه، بس اقدر اقول كده يعني، مش هفضح اكتر من كده الصراحه. بس لا يا عم، ده قامة القامة في الجامعة يعني. ما في الجامعه عشان ما فيش فرصه. لو كان في فرصه كنت عملت عامه يعني، بس ما فيش فرصه للاسف. يمكن في الفرع التاني اللي مش هقوله يعني، كان في فرص كتير جدا. بجد فرص متخلفه يعني. بس هنا في الفرع الحالي اللي مش هقول اسمه برضه، المراقبة شديدة، مقابله شديده قوي. هو فرع جديد يعني، يعني الناس في الفرع التاني ما تجيش هنا. ما ينفعش انت تروح هناك. بالظبط، لو رحت هناك هتأدي أداء عادي. اللي فاهم بقى في الأكاديمية إيه هو فاهم بقى، إحنا بنقول مين فين. يعني أنا مش هنقول حاجة عشان إيه؟ يعني يحصل لها مشكلة. أسطر أسطر. أسطورة ده بجد. فيعني بس حصل خير يعني الكلية حلوة، فاضل شهرين، الكلام ده متأخر يعني، ده بنيزي يعني. مش لا، قصة. عندي واحد صاحبي في الكيمياء في ثانوية عامة. صاحبي ده ودخل امتحانات دور تاني، في الدور تاني ده أنا سقطت في مادة، امم سقطت في الإنجليش. لا مش دعوة الدرجات دي يعني. إيه؟ أنا فاهم يعني دول تاني. ماشي يا عم، أصل أنت قلت أي جي وبتاع، ما يجي بس مش عندهم ما دور هو تاني. في قبل كده كنت ماشي ماشي يعني. يا عم، ماشي. دخل دور تاني، كان سقط في الإنجليزي مم. و... هو كان جايب 60% وساقط إنجليزي، وجايب في الكيمياء 58 من 60. يا ليه بقى جاب في الكيمياء 58 من 60؟ ده كنت انا. سقط. هو سقط سقط على درجتين. سقط لا، سقط على التاني ايه، 58 من 60. 58 موازن اصلا، لما دماغي الامتحان من 100. لا لا، انا ماشي. من 60. مم. امتحان الكيمياء على سنتنا كان امتحان دمار. مم. كنا احنا اصلا نظام جديد ولسه بنتطبق وبتاع وبيجربوا فيكم. بالظبط. مم. هو الواد ده كنت انا بحضر معاه الدرس، فساعتها المدرس بتاع الدرس كان مدرس وحش قوي. راح باصص له كده، كان هو بيساله اسئله سهله جدا هو ما كانش بيعرف يجاوبها. مم. فبص له قال له ابقى تف على دقني لو نجحت في الكيمياء. والله العظيم انا عمري ما انساها. هو هو القفل. هو يعتبر قفل. مم. 58 دي ما حدش اصلا قفل الامتحان ده. هو مقفل ف 58 دي تعتبر دي درجه التقفيله بتاعته. مم. من ساعه ما المدرس قال له كده، كنت اكلمه فين يا ابني تيجي، لا مش هاجي، مش هحضر الراجل ده ومش هعمل وبتاع. فالمهم بقى قطعنا مع بعض ومبقناش نتكلم. جبت كام بتاع 58 من 60، انا عايز اروح اتف على ده له هو تقريبا كان متارجت طول السنه انه يجيب نقفل ده الكعب. حافز عمل، حافز حلو، لا تدفع ده قلت له يعني والله يا اسطى كان المدرسين كلهم بتدفع، انت تجيب 100% ده. عمل. كان اخش زمان واخد منحه ولا حاجه، كان جاي الجامعه المهزيه بتاعتنا. يا مهزيه كده كده، مش هنتكلم. يلا ممكن اعمل فيديو على فكره عن السوشيال ميديا. بلاش يعني. بلاش. هو عارف ليه. اصل احنا هنا يعني ناس اقوياء. ايوه، خلينا مشينا ان احنا ناس اقوياء. ناس اقوياء. بس في حاجه عايز تقولها؟ انا زي الفل يعني، بس يا عم، شرف ليا. يا عم شرف ايه بس. انا قابلت الناس المحترمه، يا عم الله يكرمك. وان شاء الله الفيديو ينول اعجابكم. ان شاء الله. يا رب يشاف بس، عشان ما بيحبوا الفيديوهات بتاعت اثاره البلبله بس. بتاعت اللي هو سيس لسه وحش، وحشه. ما يتعملش برمجه، لا مش عارف ايه. الموضوع بس انا بينبل. بلاش بقى بالله عليك تكتب البتاعه دي. بلاش تكتب البتاعه دي، محدش يسالني عنها تاني يا جدعان. سوري. سوري ايه بقى. ولا حصل خير. أه بس كده، شكرا انك شفت الفيديو. أه اعملوا لايك عشان خاطر الميدوكس. اسمك الحقيقي ايه صحيح يا ميدوكس؟ اسمي عايز اساله. لسه اتوقع. تتوقع. ماشي، فكوا تشفيرة الميدوكس. فكوا ميدو اكس. ميدو اكس. تمام. خلاص انت عرفت، قلت ميدوكس ما كانتش باينه، ميدو اكس ليه تعرف. ما يعني ما هوش يعرفه برضه يعني، ميدو ده اسم كبير يعني. لا يعني. انت، احنا كده عملنا ريفيل لاسمك الاولاني بس. اه اسمك التاني ولا حد لا، عارف؟ اسم تاني محدش يعرف مفيش يعني. خالص. اظن هو مش حاجه الناس تدور فيها اصلا يعني. يعني الناس كده كده هيكسر. فاكر. محمد. لا محمد سياك. السلام عليكم.